Hello everybody, my name is Shama Bashir. I will thank Triple while being Sudan. Thank you. سوداني 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 بلدي عجباني مروي كرري سلامي توبو عراقي. السلام عليكم. الليلة أنا وإسلام جينا نحكي لكم عن قصة ابتدت بألف باتاساء وانتهت بشهادة، لكن الشهادة دي ما مجرد ورقة يا إسلام. الشهادة دي نهاية لمثابرة وعناء واجتهاد وسهر، وما بس كده يا إسلام، تضحية بشاي الصباح لأنك بتكون لاحق محاضرة 8. ويا جماعة بدون مقدمات، الليلة نحن جينا نعكس التخريج في السودان. لكن يا عواب التخريج ده بقى ما بس فرحة طالب وزفة واستلام شهادة. التخريج ده فيه بتجتمع مختلف القبائل، وأي قبيلة بتعكس عاداتها وتقاليدها والحاجة اللي هي مشهورة بها من ثقافتها. فعلا والله التخريج بقى مجتمع وما بقى نقطة لنهاية علاقات اتكونت في الجامعة. بالعكس يا اسلام، بقت بداية لعلاقات. ام فاطمة تعرف ام مجذوب، ام مجذوب تعرف ام حاسن، ام حاسن، وهكذا. ويا جماعة ديل الخريجين بورانا بيستعدوا لمراسم التخريج، وعشان نحن ما حنقدر نوصف لكم قدر ما نوضح لكم، هنخليكم تشوفوا براكم. وخلونا نشوف شنو التفاصيل. إحساسك شنو أنت زول خلاص اتخرجت من الجامعة؟ والله ما شاء الله إحساس جميل وشعور جميل، يعني في قمة السعادة. والله إحساس حلو شديد طبعا ما بيتوصف. والله يعني مرورا بكل التجارب اللي احنا مرينا بها من الروضة الابتدائية الثانوية المرحلة الجامعية وآخر جرد قلم زي ما بقولوا، فأكيد زول فرحان كأنه طاير في الهواء. في احاسيس كثيره، يعني انت بتكون خش في نوبه كده بتاعت اضطراب، انا خلاص اتخرجت تاني ما في جامعه تاني ما في قراءه. والله الاحساس انه ما في قراءه ده سمع شديد طبعا. انا بجد يعني سعيده شديد 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 بجد انه انا زوله خريجه وكده، يعني رافعه على سمبي شديد 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 يعني فرحه ما بتتوصف نهايه يعني. فرحانة شديد يعني إنه قدرت أكمل وأواصل مسيرة صاحبي اللي توفى، استشهد كان في سنة الأزهري 21/7، يعني كان الله يرحمه شهرين. عشان كده أنا فرحانة إنه قدرت أكمل المسيرة بتاعته. والله طبعا أحاسيس بتتفاوت، يعني بجد الليلة كان أحلى إحساس أنا عشته طيلة السنين اللي فاتت. طيب استفدت شنو من رحلتك التعليمية دي؟ والله استفدنا كثير ما شاء الله. أولا تعرفنا على ناس جدد واستفدنا يعني استفادة يعني من ناحية أكاديمية من ناحية تعليمية. والله استفدت حاجات كثيرة شديد، يعني تعرفت على أصحاب، تعرفت على تقاليدهم وعاداتهم يعني من مختلف الولايات وكده، فكانت حاجة حلوة شديد والله. والله من وأنا صغيرة بسمع وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، فأكيد التعليم رسالة، وزول المتعلم ما زي زول الجاهل. الشهاده دي حاجه مهمه طبعا، لكن انا استفدت شنو؟ انا في رحلتي دي كلها كامله، يعني اهم حاجه كانت انا بالنسبه لي انه انا لقيت شنو؟ لقيت اخوان، لقيت اصحاب، لقيت ناس رجال جد. والله يعني استفدت انه الانسان لازم يتعلم، والتعليم ما سهل بجد، يعني انه الزول اللي ما متعلم ما حيقدر يمشي لقدام يعني، فالحياه بتوقف على التعليم. انت كزول متعلم ما في حاجه بتجي في طريقك. استفدت حاجات كثيرة إنه أنا قدرت أبني نفسي وأقدر إنه أواصل لقدام. والله طبعا الرحلة التعليمية دي كلها كان كل مرحلة بطلع منها بفايدة يعني معينة، فكل ما نحن كبرنا كل ما أفكارنا تجددت، كل ما عقلنا تفتح. طيب بس انت لو جاتك فرصة انك تخدم البلد بتخدميه؟ والله ما بقول إذا جات الفرصة، أنا الآن بخدم الوطن. عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن. جدا نخدمها طوالي، أصلا البلد دي غالية علينا جدا جدا. والحمد لله يعني مسيرة كانت حلوة شديد، والحمد لله خلصتها، وإن شاء الله لقيت فرصة إن شاء الله هقدر خدمة هنا وأخدم الوطن وأي حاجة. أكيد حقدم، ودي الحاجة يعني خلتني أنا أصلا أدخل مجال طبي، يعني أنا حبيت إنه أخدم الناس وحتى الناس اللي ما عندهم قروش. كيف ما بخدمه يا اخ وطن الجدود يا اخ، نفديك بالارواح نجود، في زول بخلي بلده يا اخ. الله يبعدنا من الغربه ان شاء الله. السودان اموره تظبط وتتحسن وتمشي لقدام يا الله. والله العزة بك يا اخي وشكرا. والله وقتك الله الوطن أهم حاجة عندي، يعني بلدي ولا بلد خيري، هخدم الوطن إن شاء الله، ولو في فرصة لي برا ممكن أنا أطلع، يعني أهم حاجة عندي الخدمة بتاعت البلد. ما حمشي برا، حقعد هنا، حواصل في درب الشهداء الماتوا، ما ابن أخونا الماتوا عشاننا.
نحن باعتباره شباب المستقبل وأبناء اليوم، فبلدنا ما حتحتاج إنه نحن نسافر منها، وبجد نحن لو قعدنا فيها حتكون أفضل من برا ب100 مرة. طيب الشغل ولا العريس؟ والله طبعا الشغل تاني بعده بيجي العريس. شكرا يا شام. تسلم. Équilibré, farro tema, décalé, décalé, cricata, 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 cricata. آخر يوم دراسة ناديت الصحاب بكيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل الحاضرين ضيوفنا أعزاء على هذه الأمسية التي نلتقي فيها على شرف تخريج أولادنا وبناتنا. إذا دعونا قبل كل شيء نفتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا علي بابكر يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صدق الله العظيم. أحسنت. बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो. خد سيهو هوجا هيكا ما سكومو لسمي كلا سميري ريقول سمرا يا. الأغنية الهندية دي ترجمتها الحرفية حبيبي خلي الواتساب وتعال دق الباب. إننا نحيي مستقبل السودان، كيف لا وأنتم الجيل الذي سيقود السودان. لذلك سنحييكم مثلما نحيي أرض العزة والكرامة السودان. إذا لتكن هذه الابتسامة هي عنوان أمسيتنا هذا المساء. اللحظات القادمة كلمة خريجي هذا العام يقدمها الخريج إبراهيم عبد الله أحمد يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأصدقائي رفقاء دربي، خريج الدكتور إبراهيم عبد الله أحمد يونس. على أي حال إن شاء الله ما آخر وداع. مع السلامة مع السلامة. عالشام اللي غابت من قضى لو مستطاع. ليه
وكده يا جماعة بنكون انتهينا من تغطيتنا للتخريج في السودان. والحاب يشوف تفاصيل أكتر يا إسلام يخش الوصف، حاطين لكم رابط شركة فيرست كلاس اللي أتاحت لنا الفرصة دي إنه نلاقي الخريجين ونعرف بيشعروا بشنو واليوم ده بالنسبة لهم شنو وحيقدموا للوطن شنو. ويا جماعة لفيديو تاني، وعليك الله يا جماعة ما تنسونا من السبسكرايب واللايك والشير، ما تحضرونا بدون ما تعملوا متابعة، بيكم نحن ممكن نستمر. وشكرا. شكرا للمشاهدة.